بأن المغرب بحال اللي أكد ذلك جلالة الملك لا يتفاوض حول صحراءه، ولا يتفاوض حول سيادته على الصحراء، ولا يتفاوض بشأن وحدته الوطنية. المغرب يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه، ولكن الصحراء وسيادة المغرب ووحدته الترابية ما عمرها كتكون فوق طاولة المفاوضات، ما عمرها تكون مجال لتفاهمات ولا توافقات ولا هذا، إنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية وموقف كل المغاربة بأن الصحراء مغربية وبأن الصحراء كلها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي. بالفعل شفنا في التقرير اللي قدمه الممثل الشخصي للأمين العام أمام مجلس الأمن نهار 16 وما تناقلته وسائل الإعلام حول مقترح اللي يمكن كنقدمه لتقسيم الصحراء. يمكن لي نقول اولا انه فعلا تقدم زعما طرح هذه الفكره في الزياره الاخيره ديالو للمغرب واللي كانت كنظن في شهر 4 من هذه السنه، وفعلا كان المغرب جدد الموقف ديالو الواضح اللي كان بتعليمات من جلاله الملك محمد السادس، يعني تعلن عليه ديجا في 2002 لما كانت نفس الفكره جات من جيمس بيكير باقتراح من الجزائر، كما ذكر ذلك التقرير الامين العام انذاك ديال جيمس بيكير. وكان رد المغرب واضح بان اولا هذا الشيء هذا جديد قديم سي دو ريشوفي، ثانيا بان موقف المغرب بحال اللي كان في 2002 راه هو اليوم، بان المغرب بحال اللي اكد ذلك جلاله الملك لا يتفاوض حول صحراءه، ولا يتفاوض حول سيادته على الصحراء، ولا يتفاوض بشأن وحدته الوطنية. المغرب يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه، ولكن الصحراء وسيادة المغرب ووحدته الترابية ما عمرها كتكون فوق طاولة المفاوضات، ما عمرها تكون مجال لتفاهمات ولا توافقات ولا هذا. وأكد الوفد المغربي آنذاك السيدي مستورة بأن مثل هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة نهائيا، وبأن المغرب لن ولم يقبل أن حتى يبدأ يسمع لها، لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية وموقف كل المغاربة بأن الصحراء مغربية وبأن الصحراء كلها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي. ولكن اللي يبقى هو أن مادام السيدي مستورة هضر على هذا الموضوع وكان عليه يذكر منين جاتو هذه الفكرة، وشكون اللي وحدوا بها وشكون هي الأطراف اللي شجعته على أنه يطرحها بحال اللي قدمها لنا في أبريل، وبأن واش هي مبادرة ديالو ولا مبادرة ديال أطراف معينة اللي وحات ليه بأنه يعاود يطرحها. هذا اللي مهم في العملية، وهذه الأطراف هذه بأي خلفية وبأي منطق وحات له ولا دفعته أنه يعاود يحيي هذا الاقتراح اللي بحال اللي قلت يعني ولد ميتا، لأن من الطرح ديالو كان مرفوض رفض نهائي. نفس الأمر يتعلق بما ذكره السيد الممثل الشخصي فيما يتعلق بتوسيع أو التطوير أو تفصيل مبادرة المغربية للحكم الذاتي اللي قال بأنه حان الوقت باش المغرب يقوم بها. الموقف المغربي واضح ومبني على 4 نقاط. أولا، مبادرة الحكم الذاتي هي نقطة وصول ماشي نقطة بداية، c'est un point d'arrivée, ce n'est pas un point de départ. ثانيا، بأن هذه المبادرة عندك كتحظى بدعم متواصل على المستوى الدولي والأوروبي في إطار الدينامية اللي خلق جلالة الملك، واللي شفنا الدعم سواء من خلال القنصليات سواء من خلال المواقف ديال القوى العظمى أو مواقف الاتحاد الأوروبي أو غيرها. فهذه المبادرة واخذت الطريق ديالها كالإطار اللي المجتمع الدولي كيشوفه كإطار لحل هذا النزاع الإقليمي. ثالثا، بأن هذه المبادرة عندها خطوطها الحمراء التي ما كتقاش، وعندها مجالات اللي فيها يمكن يكون فيها تفاصيل، ولكن كاين نقط حمراء، كاين أسس اللي ما كتقاش في هذه المبادرة سواء في مختلف جوانبها. وهذه المبادرة نهار الأطراف الأخرى تقول وتعبر على استعدادها بأنها تدخل في مسار اللي هي الأرضية الوحيدة ديالو هي مبادرة الحكم الذاتي، آنذاك في احترام للخطوط الحمراء اللي موجودة
عاد كيكون الحديث شنو هي الامور اللي كتحتاج تفصيل، ولكن في غياب انخراط جدي، انخراط واضح علني للاطراف الاخرى في مسلسل على اساس مبادره الحكم الذاتي، فهذه الامور هذه غير مطروحه وسابقه لاوانها. شكرا.